السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة من خدمات المعوقين اللي هي يوميات عماد وداليا. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. طبعا دلوقتي احنا عارفين إن طول العربيات واقف في الجمارك، تمام؟ وده سببه إن إدارة الجمارك بتعمل مراجعة شاملة عن الملفات بتاعت العربيات ديت، وملفات ذوي الهمم اللي طلعوا العربيات ديت الدنيا فيها ايه، هل هو فعلا ناجح بطريقه قانونيه ولا بطريقه شمال، تمام كده؟ وهم دلوقتي طبعا عشان يعملوا احصائيات لازم يشوفوا او يبقى عندهم بيانات الشخص دوت. فاي حد في مستخلص بيخلص العربيه بتاعته يا ريت يراجع بياناته مع المستخلص، سواء رقم تليفون او عنوان، ويبعته للمستخلص بتاعه، لان طبعا دلوقتي الحاجات دي الحكومه بتحتاجها في المراجعه عشان حالك ما يقفش وانت مش واخد بالك، تمام؟ تاني، اي واحد راح يتعاقد على العربيه يبعت بياناته اللي هي التليفون وعنوان الاقامه اللي هو فيه، حلو كلام، عشان بتتعمل مراجعه شامله عن الملفات ديت وعن اصحابها. اللهم بلغت اللهم فشل. وبرضه بعد اذنكم شيروا الفيديوهات بتاعتي، والله بتفيد كل المعاقين، ماشي؟ بأمر الله بقى الفيديو الجاي انا كان هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، الا وهي السماسرة اللي عند المجالس. والله العظيم بيخبروا المعاقين، والمعاقين مش عارف ازاي ما عندهمش دماغ. لا اله الا الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.